مواقعة التحرير الصغيرة هذه تتسع في العادة ل13 صحفياً. هنا يعمل صحفيون لم يتلقوا أجورهم منذ شهرين. جريدة اليوم واحدة من المؤسسات الإعلامية المهددة بالإفلاس، ويقول مديرها إن حرمانهم من الإشهار هو السبب الرئيسي في ذلك. اليوم يعني بين عشية وضحاها الخنق عن طريق التضييق في الإشهار، هذا اللي ولد أزمة كانت النتيجة المباشرة عنها أن نتوقف دوريا عن الصدور لنفس الأسباب، لأسباب مالية. خلف هذا الباب كانت جريدة الأحداث المتوقفة عن الصدور لأسباب اقتصادية. أما على الإنترنت فلم يبقى من قناة الوطن الجزائرية المغلقة بسبب خطها التحريري إلا أرشيفها، وهي نماذج بقيت شاهدة على التضييق الممارس من قبل السلطة على وسائل الإعلام بحسب الصحفيين. يدير لك قضيه المدير ولا يدير له قضيه، بعض الصحفيين يقول لك هذا عنده افير كذا والو ما كاين والو، ما كاش منها كاع. وكاين بيان سور كما يقول لك الاخر، يعني اخر المستجدات، ونقولوا اخر طريقه اللي لقاتها السلطه هي الضغط على الصحافه عن طريق كما يقول لك المال. والمال الصحافه شنو هو المدخول تاعها؟ هو لا بيبليسيتي. ما بين سيف الإشهار والتضييق الذي تمارسه السلطة تبحث وسائل الإعلام عن طوق نجاة، طوق قد لا يكون في أغلب الأحيان مرغوبا لدى ولاة الأمر.